جاي يزور في هذا الصباح الجميل المبارك شيخنا الشيخ عايض القرني، لعل إن شاء الله شيخنا ووالدنا وحبيبنا وإمامنا الشيخ عايض القرني. تشرفت اليوم بزيارته وعنده إخوته الكرام ونسيبه. شيخنا الحمد لله على سلامتك، وأحمد الله على ما منحك من قبول. الكل يسأل عنك ومتألم وفرح الحمد لله بسلامتك. اللهم وش تقول يا شيخنا، يعني وش العبرة من مثل الحدث اللي صار؟ أول نشكرك يا أبا عبد الرحمن، الله يكرمك، وتحياتي لك ودعائي لك وأنا في الفلبين. وتغريداتك وصلت لي حتى أنهم يطمنوني وأنا في حالة بعد التخدير، قال انظر إلى حبيبك الحمد لله الدكتور محمد العريفي ماذا قال. الله يجزاك. وأنا أقول في المناسبة إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي ريامه. نعم. الأمر الثاني حبيبي، في هذا يظهر الصادق المحب نعم من المحايد من العدو. صحيح. إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. الله المستعان. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. الله أكبر. الله. بعدها قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده يتربصون. الله أكبر. أشكرك وانقل يا أبا عبد الرحمن لأنك مسموع ومشاهد ومحبوب. الله يجزاك. حبي ودعائي لمن سأل عنا ونشد عنا. الحمد لله. والله إنهم كثر يا أبا عبد الله. ولمن دعا لنا. الحمد لله. وحتى هم الذين واجهناهم من الجاليات الإسلامية يبلغونكم ترى السلام. اللهم لك. ويسألون عنكم من أول من القمم الدعوية. الله يجزاك وأنت على خير يا أبا عبد الله. المباركة أول من تبلغهم سلامي. الله يجزاك خير أنت بلا شك. الله يجزاك خير. يجزاك خير. هل يصلح تعطينا القصة في الذي حصل ولا تؤجلها؟ يصلح يا حبيبي. يلا عطنا، الناس متشوقون معرفة وش اللي حصل. جاء صور وجاء حنا ذهبنا سافرنا من مانيلا حفظك الباري إلى زنبوقة هذه التي هي جنوب الفلبين بساعتين بالطائرة. أي. وفي ذاك اليوم كان مقرر وبعد العشاء يكون هناك اجتماع بعلماء. محاضرة المغرب والعشاء اجتماع. أي. الذي حصل وهذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، لكنك أخ يعني أنا وياك تعرف نذكر الناس بالأذكار وأحيانا قد نغفل. لكن ذاك اليوم قلت بنشغل بالمحاضرة وباللقاء بقدم أذكار المساء. لا تركت الأذكار ذلك اليوم؟ والله ذاك اليوم إني جيت بها بعد العصر. الله أكبر. وإني جيت بذكر قال كعب الأحبار إني أتيت بذاك اليوم، يقول هذا لأنه أسلم يهوديا. أسأله الصحابة كيف ترك اليهود أنك سلمت من سحر اليهود؟ قال ولولا هذا الدعاء لجعلوني اليهود حمارا. ذكره ابن كثير. لا إله إلا الله. لحول اليهود حمارا. من ضمن الأذكار التي في حسن مسلم. وش الذكر شيء لو أوله؟ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. الله. بكلمات الله التامات التي لا جواب. أسماء الله الحسنى كلها ما علمت وما لم أعلم. من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة وآخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. محسن قبل رحلة باختصار كانوا يقولون المنطقة أنها منطقة شائكة، هي أكثر منطقة خلافية في الفلبين. ووجود الروافض. الروافض بشكل تعرف الإشارات كل الجاليات الإسلامية هناك تشير أو عرفوا أعطونا قرائن بها. أما شيخنا يقول يوسف عليه السلام وأنا لا أستحل أن أكون خادم من خدام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لما وقعت به المكاره والشدائد قال في الأخير ربي لطيف لما يشاء. انظر العبارة لطيف لما يشاء. أوقع المكروه لكن بشيء من المحبوب والميسور. كما يقول الشيخ ابن عثيمين اللطيف الذي خرجنا. انتهت المحاضرة وطلعنا. لأني أنا بواصل معك بكرة. ما شاء الله عليك. ما باقي وصلنا الآن المدينة. أنا ما درست يا أخي. اسلم يا شيخ. خلصتوا المحاضرة. خرجنا مباشرة يمكن يا أخي ب100 متر وكنا نمشي. فتحت الزجاج. العجيب أن الأمن اركب في الخلف. قلت أنا من عادتي أدوخ. أضرب تجيني الدوخة المضبوط. ركبت قدام جنب السواق. جنب السواق. وفتحت القزاز تسلم على الناس. والمواطنين. فلما فتحت القزاز خفت أن يأتيني يعني أخذت صافح ويصورون تعرف. أحسنت. فاقترب مني ورأيت المسدس طبعا سدده لوجهي وصدري. لا إله إلا الله. من دريشة عندك؟ أقل من متر بينك. والأمن يقول مسدسه 45. 45 هذا فتاك كما تعرف. إلا الله. طلع عندنا طبعا في الموقف عجيب. صارت ألعاب نارية قبل عيني. قام يضرب. ضرب من الدريشة اللي عندك اللي ملاصقة لك. بجنبي هو. رصاصات من الدريشة. من الدريشة بيني وبينه متر أو أقل. في وجهي وصدري. كم عمره ذا؟ ما أدري يا أخي. يقولون صغير.
في الهندسة طالب. إيه. فلما بدأ يضرب تلقائيا قدرة قادر، يعني ما عندي أنا ذاك الوقت تصرف، كان يدي كانت على قلبي فضربها إلا الله، صرت كسر مضاعف. أشوف اللي هي الأسياخ. وخرجت الطلقة ونفذت. الطلقة الثانية هنا وخرجت من القولون. أوه، دخلت طلعت كل اللي يعني دخلت الجسم وطلعت الرصاصتين. الرصاصتين. لا إله إلا الله. نعم. الثالثة جتني هنا لكنها أظنها كسر كان كتفي. كأن الثالثة إما أنها رماني من وراء أو أنه رماني من الثلاثة اللي رجع منها من الطاقة الثانية. يا أبو عبد الله ما اتقيته، ما رجعت ما مداك تسوي شيء. ما أقل من دقيقة. والله صدقت. يقضى على المرة في أيام الله حسن مالك بن حسن. انتهوا، رجع من الباب الثاني وأخذ يطلق 3 علي. المقصود أنا. الغريب أنه راح بكل هدوء. ترى هو الأمن يا شيخ اندهش وقالوا يقول لا تستغرب، لأنه في حالة مباغته لا يستطيع الإنسان يتصرف. أحسنت. وراح من الدريشة الثانية وبرضو عليك. علي يا شيخنا راح مع الشباك الثاني وضرب السائق. يريدني طبعا، لأن ما عليه من السائق. ما يدري الله. فلما أتت من ظهر السائق حتى ما جلس إلا تكميل وكذا. الثلاثة التي ضربها طاشت كلها. الثلاث اللي قصدني بها غير الثلاث. الله. المجموع كم؟ 3 عند الشباك عندك و3 عند الشباك الثاني. حتى التقرير الفلبيني والآن هي 6 طلقات. لا إله إلا الله. كل اللي في المسدس 6. لا إله إلا الله. في هذه اللحظة التي يعرفها الإخوة كامل محسن والشيخ تركي الصاغ وكل سمعوا، وتشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأنا وقلت للدكتور أبا عبد الرحمن اللي في البخاري ومسلم، وتذكرت عبادة بن الصامت، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. وكلمته ألقاها إلى مريم. وأنت مصاب والرمي فيك وأنت تقوله. أنا قلت منتهز هز جسمي كله، عرفت الرصاص اللي دخل وطلع. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. على أنك تحتضر خلاص. شيء من التوازن، فسحبت أنا أشوفهم يسحبوني الأمن، والنزيف هنا نظرت إلى صدري آخر مشهد كأنه ذبيحة ذبحت. يدعون الفنيلة، وهذا الذي أسفني الآن، الفنيلة راحت. ابشر بالعوض يا ابو عبد الله. وجزاك الله خير. تجيك الفنايل. لما آخر شيء شفتهم يسحبونني انتهى المشهد وأفقت. غبت عن الوعي. وأفقت بعد طبعا، وإذا رجل السلام في محسن الزهراني، وأنا في المستشفى أفقت وجنبك الشيخ محسن. وإذا طبعا أجروا لي عملية شق البطن كله. لا إلا الله. نفذت. وأجروا عملية في اليد كما ترى. أظن حطوا لك سياخ ولا بدون؟ هذه سوف يجددونه هنا أظن السياخ. بعد في يوم الثاني إلى مانيلا، واستمر ثبت، والحمد لله إني معافى. الحمد لله على سلامتك يا أبو عبد الله. ولله الحمد. الحمد لله. من يعني يتعلم منه في هذا. الله يكرمك. بحفظ الله وبكثرة الأذكار، خاصة الصباح والمساء، وكانوا يصلي بها أئمة الإسلام. الله أكبر.